أجمل لحظات بنعيشها في حياتنا هي اللحظات اللي بنعيشها وعشناها في رحاب رمضان. الآن بنودع شهر الخير، موسم الخير، موسم رمضان. الصفقة الرابحة مع المولى تبارك وتعالى. الوداع يا شهر الخير والبركات، الوداع يا شهر القرآن، الوداع يا شهر الطاعات. تتركنا وتترك قلوب ما بين الخوف وبين الرجاء. الخوف من رد الأعمال والرجاء في حسن القبول. طوبى لمن قام رمضان إيمانا واحتسابا، طوبى لمن صام رمضان إيمانا واحتسابا، طوبى لمن أصاب ليلة القدر وقامها إيمانا واحتسابا. نسأل المولى تبارك وتعالى أن يجعلنا من المقبولين، وأن يجعلنا من عتقائه في هذا الشهر الكريم، وأيضا أن يعيد علينا شهر رمضان أعواما عديدة وسنينا مديدة. مشاهدينا الكرام في كل مكان، كل عام وحضراتكم بخير، وأهلا بكم معنا في سهرة جديدة من سهرات الخيمة الرمضانية على شاشة قناة الدلتا الفضائية، ونعيش معاكم أجواء جديدة في ليلة جديدة. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الله 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 قطرة من نداك تروي غليلي، أنا راض من نداك بالقليل. قطرة من نداك تروي غليلي، أنا راض من نداك بالقليل. لمعة من سناك تبعث نفسي وتصيب الظلام بقلبي علينا. طال في ساحة الرجاء دعائي، أطلب العفو أطلب العفو يا إله السماء، فاعف عني يا رب، وأنت
كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق طبعا الكابتن رامي جوهر وتنورة مولوي اللي استمتعنا طبعا بيها جدا، شكرا جدا ليك. ويعني الاول نبدا معك يعني كلمتين برضه نعرف منك يعني تنورة مولوي ولها اقبال يعني مميز جدا ايضا في الشهر الكريم وليله الشهر الكريم. اعجاب الجمهور بيها وطلبهم منك لاستعراض تنورة مولوي. هو والله يعني هي متعارف عليها ليها روحانية شوية، تمام. فبتتطلب أكتر في شهر رمضان بناء على الروحانيات اللي احنا في الشهر الكريم والتواصل الاجتماعي والتواصل الروحاني ما بيننا وما بين المولى عز وجل. فيعني دي بناء عليها اتعملت للغفران، لشويل الذنوب، لحد ما تلف ويتساقط من كتر التعب والإرهاق. هو في اعتقاده اللي هو بيشيل ذنوبه. احنا ما علينا من الاعتقادات دي خالص، بس احنا بناخدها كروحانية شوية، لأن خلاص الروح من الذنوب هو دي الحالة اللي بتحاول تجسدها، الحالة اللي هي بتتقال للمولوي بالذات. اتقانك ليها بيجي مع الوقت ازاي يعني؟ بالتدريب، مفيش حاجة بتتعمل غير تدريب والحب. يعني حب ما تعمل حتى تعمل ما تحب. فدي مقولة مؤثرة جدا على الشخص أو البني آدم في طبيعة الحياة بقى كاملة، إذا كان حرفة، إذا كان فن، إذا كان صناعة، أيا يكن إيه المجال اللي احنا بنعمله، فلازم نحبه عشان نتقن فيه. فأنت حبيته هتتعب عشان تلاقي، فبالتالي ربنا بيعطيك بقى لأنك أنت قدمت الحب، قدمت العطاء، تعبت عشان قبول حتى كمان من الجمهور. في حد من البراعم برضو علمته تنورة مولوي؟ طبعا كتير يعني كتير وحابين ونأمل اللي احنا نتوارث الجيل لأنها رسالة احنا بنقدمها. سن الزوار كتير جدا ما شاء الله بيتعلموا التنورة. ما شاء الله. في بقى سن الاعتزال؟ ما فيش سن للاعتزال، لا للأسف هو ما فيش سن للاعتزال. هو ما يتعامل يعني زي الكورة بالظبط، انت معتمد على مجهودك البدني. حافظت على صحتك هي هتديك طبعا، لأن انت شغال بمجهود بدني وجسماني، فبالتالي انت لازم تتمارس على اللياقة البدنية عشان تلاقي. لكن مفيش سن محدد ممكن نقول عليه لو يستعرض التنورة ممكن يعتزل. 50 سنة أو لو عنده لياقة بدنية كويسة هيعرف يدي، 60 سنة عنده لياقة بدنية كويسة هيعرف يدي. هي بس الله يعزك وخليك ترتاح وتاخد نفسك انت عشان نعود مرة تانية ان شاء الله معاك تاني. وبنرجع مرة تانية عشان ضيوفنا الكرام داخل الخيمة الرمضانية، ومعانا في هذا اللقاء دكتور هيثم منشاوي استشاري التغذية العلاجية، ودكتور وائل الملوك استشاري اول علاج الاورام نائب مدير معهد ناصر سابقا. اهلا بكم معانا ورمضان كريم عليكم، منورنا دايما بمعلوماتكم القيمه طبعا في الخيمه الرمضانيه. بدايه دكتور هيثم يعني فيما يخص بقى التغذيه العلاجيه، الطعام الان اصبح بضغطه زر، يعني سهل جدا متاح موجود على الموبايل او اي تطبيق ابلكيشن اطلب اكل، وبالتالي هنا اصبح الجسم يعني مش عارف في حيره من امره، انا بقدم له ايه وبقدم له ليه، وبالتالي اطعمه كتيره جدا مختلفه ومتنوعه تدخل جوه الجسم مش عارف هيستفيد بيها ولا مش هيستفيد بيها. تمام جميل. اول حاجه كل سنه وحضرتك طيب والاسره الكريمه وبصحه وسلامه وصحه والشعب المصري كله بخير وصحه وسلامه. في نقطه برضو احنا عندنا عيد مرتبط بالفرحه، والفرحه عندنا في الشعب المصري بالذات او ثقافتنا بالمعنى الاصح دايما مرتبطه بالاطعمه، الاكل والشرب والكلام ده كله. عشان كده بنلاقي ناس اغلب ايه قبل العيد باسبوع كده عمالين يخزنوا حاجات، بتلاقي بقى بسكوت على كحك على الغريب على بيت فور على الكلام ده كله قبلها باسبوع. تمام، احنا ما بنعترضش على الكلام ده كله، انت هتاكل وتشبع، بس في نقطه، في اريحيه، لازم يكون في اريحيه في الاكل شويه. يعني في اريحيه في الاكل، في 7 قواعد الدين الاسلامي احس عليهم، لان احنا بنبقى خارجين من شهر رمضان بصحه بعافيه، ناس كويسه جدا، في توازن في الجسم، في توازن في الشيب. وخلي بال حضرتك الناس بتجينا في العيد بقى عندها مشكله زي تيجي تقول لي دكتور الحقيقه انا عايز اخس قبل العيد بمباشره اسبوع عشان عندي لبس جميل هلبسه بشكل كويس، وفعلا بيبقى في اريحيه في الجهاز الهضمي والكلام ده كله، الدنيا بتبقى كويسه. بعد العيد مباشره بيجي لي مشاكل بقى ومضاعفات عاليه. خير دكتور، حاسه بتعب، حاسه بارهاق، حاسه بارتفاع مقاومه الانسولين. عشان كده الدين الاسلامي من 1400 سنه احس علينا ب7 قواعد اساسيه. ايه القواعد الاساسيه اللي هو اتبعناهم في الاكل؟ ايه اللي هيحصل معانا؟ هنحس براحه، هنحس بايه؟ هنحس ان احنا هنعيد لا ضرر ولا ضرار. طب ايه ال7 قواعد الاساسيه؟ اول حاجه احنا بنقول الاكل السليم بيؤدي الجسم
سليم. يعني الاعتدال في الاكل بمعنى اصح، انا بتكلم بسرعه بس شويه تمام. الاعتدال في الاكل يعني ايه الاعتدال في الاكل بشكل سليم؟ يعني دايما الايه الكريمه كلوا واشربوا، كلوا واشربوا ولا تسرفوا. طبعا الايه واضحه جدا جدا جدا، وبتدل على ايه؟ علماء التغذيه اثبتوا ان الايه دي تعتبر من قاعده ذهبيه في علم التغذيه الحديث. يعني ايه قاعده ذهبيه في علم التغذيه الحديث؟ يعني من افضل الحاجات الاساسيه اللي لازم نستخدمها. وطبعا الايه لها مدلول عالي جدا. ايه المدلول بتاعها؟ انها بتنهانا عن الاسراف في اي اكل، حتى لو اكل ده اكل صحي. ما بالك بقى باكل البسكوت، الكحك، البيضافور، الاكلات دي فيها سكريات، فيها دهون. ده لما بنيجي نتكلم حاجه اسمها نيوتريشن او فاكتس نيوتريشن او القيمه الغذائيه بتاعتها، بنلاقي فيها دهون، سكريات، دي ابيض. دي بتبقى مشكله ومشاكل عاليه جدا. دي بتؤدي لاربع حاجات اساسيه. يجينا بعض الناس يقول دكتور عندي ارتفاع كتير جدا في سكر الدم. طب ما طبيعي الناس اللي عندها سكر او الناس اللي عندها مقاومه انسولين وجرى ما بتاكل منها بكميات، اللي بيحصل السكر في الدم بيعلى جامد جدا، ممكن يتخانق في غيبوبه سكر. طب دي كارثه، ده رقم واحد. رقم اثنين، يجي لي بعض الناس يقول لي على فكره انا حسيت بزياده في الوزن خلال 3 4 ايام يا دكتور من ايه؟ اصلا فتره عيد. اجي اقول لها تعالي كده راجع بقى الجدول بتاعك، تقول لي والله يا دكتور انا واكله 20 او 30 كحكايه على مدار 3 4 ايام. طب ما انت عندك مشكله، انت عارفه سعرات الحراريه داخل جسمك شكلها ايه؟ عارفه الكحكايه لوحدها فيها كام سعره حراريه؟ ما اعرفش، انا بتبع التعليمات وخلاص. لا، انا دايما بقول غذوا عقولكم قبل ان تغذوا بطونكم. لازم الناس تبقى فاهمه هي بتعمل ايه كويس قوي. بالظبط بقى الكحكه دي في كام سعره حراريه. عندنا انواع كتير جدا من الكحك وهنتكلم فيها في حاجات ثانيه كتير. ده بالنسبه ليه؟ يبقى الاعتدال في الاكل كويس جدا جدا جدا، لازم نعتدل في الاكل. يعني النصيحه الطبيه هاكل قطعه او اتنين على مدار اليوم، وده ما بيحصلش عند اغلب الشعب المصري. ما فيش حاجه اسمها قطعه او اتنين، بس لو عايز تاكل كميه انا هقول لك تاكل كميه ازاي. دي القاعده الاولى. يبقى الدين الاسلامي احث على القاعده الاولى، الاعتدال في الاكل. نترك القاعده الاولى فيما يخص ايضا برضو الكعك والبسكويت بالذات، يعني كاطعمه مفضله جدا في العيد. للاسف بتبقى غذاء اساسي مش ترفيهي، يعني ما بدورش على بروتينات بقى هنا وكربوهيدرات، لا باكل على طول الكعك ده وبخليه وجبه اساسيه، وطبعا دي مشكله كبيره. بالظبط زي ما حضرتك قلت، بترفع مقاومه الانسولين بشكل كبير جدا وبترفع السكر في الدم. دي كارثه. عشان كده احنا بنقول لما تيجي تاكل الكحكه والبسكوت او الغرابه ايا كان اللي هتاكله، لازم تاكله بعد وجبه فيها بروتين عالي. ليه بقى؟ عشان تقلل ارتفاع مستوى السكر في الدم، عشان يبقى انا ببطئ مقاومه الانسولين بشكل كبير وببطئ مقاومه السكر في الدم. فهمشي كده ستيب باي ستيب، خطوه بخطوه، مش هحس بدوخه ولا صداع. لان خلي بال حضرتك برضه من المشاكل اللي بتقابلنا، يجي بعض الناس تقول لي انا بحس برعشه او دوخه بعد ما باكل سكريات يا دكتور خلال ساعه. ما دي بنسميها ارتفاع سكر وبعد كده بينزل تاني. دكتور انا بحس باشتياق للسكريات بعد ساعه، ساعه ونص. عشان كده من العادات برضه الخطا اللي احنا بنشوفها برضه، بتلاقي ايه؟ احنا بنروح نصلي العيد بتلاقي ايه؟ الشعب المصري او الثقافه المعروفه بقى الكحك والبسكوت والشاي بلبن، اشرب وكل. بعدها بنص ساعه يقول لي الحقني يا دكتور في ايه؟ ليه بتصل بي؟ عندي مشكله زي دوخه وصداع ومش قادره خالص. طب ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان سيادتك رفعت مستوى السكر في الدم بشكل كبير. طب ايه اللي بيحصل بعد ساعه او ساعه ونص؟ اللي يحصل السكر بينزل تاني في الدم، بيحصل هبوط ودوخه وشعور بدوار بشكل كبير. دي اغلب او ده بنقول العادات الخطا. طب عشان نصحح ده ازاي؟ بنقول اول حاجه افطارك في العيد يبقى الاكل الطبيعي بتاعنا، بروتين، فول، بيض، جبن، زبادي. عايز تاكل كحك وبسكوت كلهم بعدهم مباشره، يبقى كده انا بقلل امتصاص السكر في الدم بشكل سريع. تمام، ده رقم واحد. طب رقم اتنين، ايه اللي ممكن اعمله تاني؟ انا دايما بقول الكحك والبسكوت قنابل موقوته بالسعرات الحراريه. بمعنى احنا دايما زي ما حضرتك عارف يعني ايه سعره حراريه؟ يعني الطاقه اللي الجسم بيحتاجها عشان يبدا يتنفس ويبدا يقوم بوظائفه الحيويه. لو انا اكلت اكتر من الطاقه دي، إيه اللي بيحصل؟ وزني هيزيد. طب لو اكلت منها اقل منها جسمي هيخس. طب لو اكلت ايه زيها بالظبط هيحصل بالانس او توازن. طب انا عندي مشكله ازاي؟ ان الكحكه لوحدها الصور، احنا عندنا 3 انواع من الكحك دلوقتي بسم الله ما شاء الله. يعني في الكحك الساده، في الكحك بالغريبه او بالبسكويت، في الكحك مش عارف بالشوكولاته، في الكحك بالملبن، في كحك حاجات كتير جدا. عشان كده بنقول الكحك الساده وزن الكحكه 50 جرام فيها كام سعره؟ فيها 200 سعره حراريه. طب نخش بقى على حاجه ثانيه، الكحكه بالشوكولاته ده اكبر كارثه. 200 في سعرات حراريه عاليه جدا، بتبدا من 220 ل 300 سعره حراريه. يعني سيادتك لما هتيجي تاكل مفيش حد هياكل كحكه او اتنين، ده الطبق بيبقى محطوط هخلص كده 5 6 7 كحكات على طول، ده العيد. طب السبع كحكات فيهم كام سعره حراريه؟ 1200 سعره حراريه. يعني خدت اكتر نص من احتياجي اليومي على مدار اليوم. انا لسه كده ما فطرتش ولا اتغديت ولا اتعشيت. يعني كده في زياده سريعه جدا. عشان كده ده بيؤدي ليه بقى؟ زياده تخزين دهون، زياده الوزن بشكل كبير جدا، رفع مقاومه الانسولين. يجي لي بقى انا مش عارف اعمل ايه. يبقى دي النقطه الثانيه. طب ايه النقطه الثالثه بقى؟ اللي النبي صلى الله عليه وسلم حط قاعده ذهبيه بشكل كبير جدا. القاعده الذهبيه قال لك ايه؟ قال لك خلوا بالكم يكفي ابن ادم، ده حديث شريف فيما معناه، قال لك يكفي ابن ادم لقمات يكون بها صلبه. يعني بمعنى صح. وعلماء هنا بقى التغذيه قال لك ايه؟ قال لك علماء التغذيه الوقائيه قال لك ايه؟ الحديث ده له مدلول قوي جدا، سلسل لطعامه وسلسل لشرابه وسلسل لنفسه. فالتغذيه بقى والعلم الحديث اثبت ايه؟ اثبت قال لك دي قاعده جميله جدا، واثبتت ان بتعمل اريحيه للجهاز الهضمي، ما بتعملش ارباك للجهاز الهضمي، ما بتعملش حموضه، ما بتعملش انتفاخ اللي احنا بنحس بيهم بعد العيد مباشره. ده اغلب الناس اللي بتحس بالمشاكل دي. طب اتفضل. حديث كمان اخر، نحن قوم لا ناكل حتى نجوع واذا اكلنا لا نشبع. طبعا دي قاعده مهمه جدا. بس سؤالي بقى المهم جدا برضو كمان دكتور وائل، يعني عشان برضو شاركنا الحوار فيما يخص بقى يعني اقبال دايما احنا كمصريين يعني بنقبل على الاكل. طبعا الدكتور هيثم قال في مناسبات مختلفه ومنها العيد. انا عايز اتكلم بقى على الاكل المفيد والاكل الصحي والاكل غير الصحي، وايه الاكلات اللي ممكن تسبب بعد الشر طبعا التهابات او اورام في الجسد. طبعا في عادات غذائيه مش كويسه جدا في البلد في عندنا او في مصر غالبا. الناس قال الله سبحانه وتعالى كلوا من طيبات ما رزقناكم. ففي ناس بتعمل ايه؟ تجيب العيش وتاخد تشيله منه الرده.
الله سبحانه وتعالى قال والحب ذو العصف والريحان اقسم بها. لما تشيل الغله، الحب ذو العصف والريحان يعني الغله وقشرتها، لما تشيل قشرتها وتاخد العيش الفينو وتديه لاولادك وتاكل العيش الفينو دوت، ده مسبب اول لسرطان القولون. ودي حاجه من العادات اللي احنا كلنا ماشيين بيها. طبعا زي ما الدكتور قال، الدكتور هيثم، على موضوع الكحك. الكحك دي نفس الكلام، فيه كلها دقيق ابيض غير موجود في القشره. وبرضه الدكتور هيثم يفيدنا، لان القشره دي اعتقد بتقلل السكر، بتخلي السكر ما يطلعش بسرعه وينزل بسرعه، وهي في نفس الوقت بتزود الياف القولون، فبتخلي الاخراج كميات كبيره ما بتبقاش سموم متراكمه جوه الجهاز الهضمي، وده مسبب من مسببات السرطان. في اسباب كتيره للسرطان في التغذيه، في الحاجات اللي موجوده دلوقتي، الالبان والجبن، في حاجات منها شبيه، هي كلها زيوت نباتيه مهدرجه 100% مسرطنه. طبعا ناهيك عن الاكل اللي هو فيه المواد الحافظه والحاجات دي. طبعا الاكل برضو اللي هو الفريش، يعني جرجير، شويه بقدونس، شويه السلطه، مكونات السلطه بتاعتنا اللي بجنيه و5 جنيه و3 جنيه، دي مضادات سرطان، لان هي مضادات اكسده، بتمنع المواد اللي بتسبب خلل في الجينات بتاعه الجسم، ومسببه اساسي للاورام. فدي ولو قلنا برضو شفنا القرآن قال العوامل برضه الشائعه، يعني موضوع ان الاكل طول ما هو طبيعي ما يسببش اي شيء، لكن لو الاكل دخل المصنع وخرج منه كمنتجات مصنعه، هي دي طبعا الاثر الضخم منه طبعا من المحفوظات اللي موجوده فيه وغيره، المواد الحافظه. المواد الحافظه ومكوناته كمان مختلفه. وده انا بقول لحضرتك بس كفايه ان انت بتجيب، احنا اللي بنعمله بايدينا احنا، انت تشيل من الغله لقشرتها، فتخيل انت بقى لما تجيب كمان حاجات وتحط عليها وتضيف عليها من بره ومن جوه ومواد كيماويه، دي كلها الجسم ما بيعرفش يتعامل معاها، وتبقى صعبه، وفي نفس الوقت معظمها مسببه للسرطان. ايه اللي كان موجود في تقاليدنا القديمه وعاداتنا في بيوتنا المصريه وتخلينا عنه، وده كان سبب من اسباب انتشار الاورام او التهابات الجسد؟ الجبنه القريش بتاعتنا الحلوه، الناس كانوا بيعملوا العيش بالرده في الفرن، بياكلوا من الارض، بتطلع من الارض تاكله على طول. لما تروح تصطاد سمك تاكله دلوقتي فريش. لما بيتركن الفطريات والبكتيريا والفيروسات دي كلها واحده حاجه من النظريات المسببه للالتهابات المسببه للكانسر، لان مسببات الكانسر من نظرياتها الالتهاب المزمن. فالالتهاب المزمن باي طريقه بقى، بتاكل اكل مش نضيف كل مره بيعمل لك مغص ووجع ومشاكل في الجهاز الهضمي، خدت حاجات مشروبات تاثر عليك هتعمل لك نفس الكلام، بتشرب مشروبات صناعيه، الاصفر والاحمر والاخضر والكلام من ده، كلها مسببات للسرطان. فزمان احنا كنا بنجيب الطماطم، نعمل عصير طماطم، بنعمل عصير مانجا، كله فريش. والخضار بناخده من الارض، المؤاخذه البقدونس والجرجير والكرات والحاجات بتاعتنا دي كلها مضادات كانسر. دلوقتي مين اللي بيعمل كده؟ مفيش، كله يا اما مركون. الحبوب نفسها اللي هي الحبوب الغله او حبوب الحمص والحاجات اللي بنجيبها، الحبوب اللي بنعملها من البخه بتبقى مركونه سنه واثنين وثلاثه، بيبقى عليها فطريات، ودي مسببه سرطان الكبد. فغير ما انت عايش في الارض وجبنا سبب من اسباب انتشار التهابات الجسد او فيما يخص طبعا الاورام. بشكر طبعا حضراتكم جدا جدا على معلوماتكم القيمه، معلش عفوا لضيق الوقت يعني، لكن للاسف يعني عايزين ناخد اكبر فرصه لكل طبعا ضيوفنا الكرام. يعني طبعا واحنا في الايام العشر الاواخر من رمضان بننتظر ونترقب طبعا ان شاء الله ليله القدر، اللهم اجعلنا طبعا من المقبولين فيها يا رب ان شاء الله، ومعتقائه في الشهر الكريم في هذه الليله المباركه. ويعني النهارده نسمع معاكم ايات من الذكر الحكيم من القارئ الاذاعي علي سعيد زيدان، ونبتهل المولى تبارك وتعالى ايضا بالدعاء ان شاء الله ان يبلغنا ليله القدر. الشيخ علي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر إنا
أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. جدا. ونلتقي الان مع المايسترو احمد غرابه، وطبعا يعني في مجال الانشاد الديني بقى، وبنتكلم على روحانيات رمضان. طبعا شيء مهم جدا، طبعا بنعيش فيه اجواء مميزه جدا في الشهر الكريم، والابتهال والتبتل للمولى تبارك وتعالى حتى تقبل منا ان شاء الله صالح الاعمال. استاذ احمد، يعني نقول رمضان كريم الاول. رمضان كريم على حضرتك وما شاء الله النهارده يعني على كل الموجودين معانا كده هدايا جميله. الله يحفظ حضرتك يعني ما شاء الله البراعم الجميله دي المميزه في عالم الابتهال والانشاد. الله يحفظ حضرتك. تقدموا لنا الاول كده. طيب ان شاء الله استاذ زياد، استاذ محمود قناوي، استاذ حمزه، استاذه ملك، هي كانت كتر صغنون والاستاذه هانم. دول عباره عن اصوات ربنا سبحانه وتعالى ركبها وخصصها للإنشاد والابتهالات وللدعوة إلى الله سبحانه وتعالى عن طريق الإنشاد. طبعا في ناس كتيرة بتبقى متخيلة إن المنشد موضوع سهل، بس تخيل لما يبقى منشد ومبتهل الموضوع صعب. طب هقول لك بقى منشد ومبتهل وشاعر أصعب وأصعب. هي دي الجملة كاملة. ده دول كمان جزء يعني من الفرقة، لسه الفرقه اصلا عددها 25 فرد. بس دي اصغر اعمار ولا مش لا شرط؟ لا، ده دول متراوحه ما بين الابتدائي والاعدادي والثانوي. مين اصغر عمر عندك؟ اصغر عمر عندي فؤاد، بس هو مش موجود معانا النهارده. كم سنه؟ ده لسه في ابتدائي، رابعه ابتدائي صح؟ او ثانيه ثالثه ابتدائي. شايف الناس سن مناسب جداً. للانشاد؟ جدا ما فيش مش اي جهاد مثلا على الاصوات او لا، الاحبال ما الصوتيه؟ هو الفكره بقى في التدريب. طالما انت بتتدرب صح مش هتجهد صوتك، مش هتجهد الخامه اللي ربنا اداها لك، لان الاحبال الصوتيه ما هي الا قشره بصل خفيفه جدا. فعلى حسب التدريب، ما ينفعش اشد قوي وما ينفعش ارخي قوي. وكمان ان هم يبداوا من صغرهم عندهم استيعاب سريع، عندهم حب الموضوع، عايزين حب الدعوه الى الله تعالى عن طريق الانشاد والابتهالات، فيبداوا يبدعوا ويطلعوا كل اللي عندهم. بس لكن في مثلا انشاد معين مناسب لعمر معين او مناسب؟ لا خالص، مش شرط، بالعكس. لبنت او ولد؟ لا مش شرط، بالعكس جدا. كل حاجه اتقالت زمان سواء في الانشاد او في الابتهالات، وخلينا اقول في الابتهالات اكتر، لان زمان الابتهالات كانت معروفه اكتر من الانشاد. الابتهالات بقى من اول الشيخ علي محمود رحمه الله عليه، ده الاسد يعني، وبعد كده جه الاسد الاكبر والاسد الثاني الشيخ سيد النقشبندي، وبعد كده بقى الشيخ نصر الدين طبار، الشيخ محمد عمران، الشيخ طه الفاشني، الشيخ علي اسماعيل. كلهم خامات قويه جدا، ولكن على حسب الخامه هوظفك تروح لانهي مدرسه وتقول على المدرسه دي بالظبط. ده حسب الخامه. طبعا في اللقاء السابق اتكلمنا مع الدكتور هيثم طبعا يعني فيما يخص التغذيه. عايز برضو نقول التغذيه المناسبه كمان برضو للمنشد، يعني يبقى في اكلات معينه، في مشروبات معينه بتبعد عنها او تبقى كويسه صديقه للاحبال الصوتيه. لازم. يعني احنا فكرني كده بحاجات كده بتقولها لهم. يعني احنا مثلا الشطه ممنوع منعا بت، اي حاجه املاح ممنوع، املاح زياده، وسكريات زياده برضو ممنوع. الحاجات الوسط زي ما الدكتور قال. المشروبات قرفه بالجنزبيل بعسل نحل. في اعشاب بتيجي من عند العطار اسمها تلبينه. التلبينه دي مفيده جدا للاحبال الصوتيه. اللبن الدافي بمعلقه عسل نحل. كوبايه اليانسون، واليانسون بقى ده لازم اصحح بيه خطا عند الشعب المصري كله.
ان يقول لك اشرب ينسون اشرب ينسون اشرب ينسون. اليانسون كوبايه ما تتشربش غير مره واحده في الاسبوع، ولازم قبل النوم، لان اليانسون بيعمل ارتخاء للاحبال الصوتيه سواء هو او النعناع. فمعانا بقى الاكلات العاديه كمان لازم نقلل فيها السمنه والزيت، ده شيء طبيعي. دول بقى اولياء الامور كمان معاكم مش كده؟ اولياء الامور يعني ده كلام بتقوله دول اولياء الامور. ده التعاون بقى ما بينكم انتوا الاثنين. ده حقيقة. انا بطلب منكم كذا وانتوا بالظبط. تساعدوني. لازم، ما هو ده اللي هيخلي الاحبال الصوتيه عندك تشتغل بكفاءه 100%. الباقي بقى بتاع التدريب ده بتاعنا، همسكك انا ادربك، التدريب ده معايا، بس الاساسيات عشان تدخل اصلا تتدرب هي دي، سواء في الاكل او في الشرب او حتى في النوم والصحيان، حتى في لو بتلعب رياضه، الرياضه ديت هتاخد منك وقت قد ايه وبتعمل فيها قد ايه. وما ينفعش تبقى في الرياضه وبتلعب جيم وتسخن وتزعق، ده بوظت صوتك. ما ينفعش تصحى من النوم تزعق، صوتك راح. ففي حاجات كده، معايير معينه للمنشد او للمطرب او للمغني او للقارئ او المبتهل. تعرف بيك الاول؟ يوسف أخو الشيخ. يوسف علي زيد. يوسف برضه منشد؟ لا، هو بدايه قارئ. بدايه قارئ ان شاء الله. سمعني جزء من سوره او ايه ان شاء الله حتى لو صوت الاخلاص. ماشي معاك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك يوم الناس بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس. الله العظيم. طب ماشي، معلش هي الرهبه بس التوتر، معلش شويه. طب هنرجع بقى لاصدقائنا وبراعمنا الجميل. نبدا بمين؟ من زياد الاول؟ نبدا بزياد. بزياد؟ الشبل الصغير. يلا سمعنا حاجه لزياد كده. اتفضل. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل يا ربي صل عليه صلوات الله عليه. طاهر القلب نقي ذاكر لله المصطفى الصافي صلى عليه الله. أخلاقه وصفاته سبحان من سواه. هو قدوتي وحبيبي ودعوة النجاة. يا رسول الله يا حبيب الله فاكتب لنا نلقاه ندعوك يا رباه. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل عليه يا رب صل عليه يا رب صل عليه صلوات الله عليه. احسنت يا زياد. المايسترو والمنشد والمبتهل احمد غرابه. انا عايز بقى برضه، قلت صعب قوي نبقى منشد ومبتهل وشاعر كمان. لا الشاعر دي ما انا قصدي لو حصل يعني دي كوكتيل كده. الله يحفظ حضرتك. طيب عايز بقى التوجيهات اللي بتقولها دلوقتي حالا لزياد، ايه يعني بتبقى بتلمح له ازاي؟ بتقول له ازاي؟ بتديله مفاتيح ازاي؟ انا بديله مثلا هنت صغير، وهو كده كده اي حد بيبقى طالع بتبقى ودنه معايا قبل ما تكون ودنه مع نفسه. جميل.
حتى لما انا بدات اشاور هم هنا بداوا يشتغلوا، هم حافظين الحركات معايا وشغالين معايا، هم بس عايزين اول الكلمه اللي هيقولها، وهم هيبداوا يكملوا على حسب اشارتي، هيقفوا على الوقف اللي انا عايزهم يقفوا عليه ويكملوا على نفس التكمله. الكيز او المفاتيح المهمه جدا المفروض تبقى على علاقه بيها المايسترو مع العين. فرقته. العين بالظبط، يعني مجرد ما العين بتكون على المايسترو الشغل كله بيمشي مظبوط، لان انا ممكن اشاور لواحد بعيني انه يقول جمله واشاور لواحد تاني انه يقول جمله تانية بايدي، وفي نفس الوقت انا بشغل اصلا الفرقه هم شغالين على حاجه ثالثه خالص. فهي مجرد تعاملات وتدريبات على الحركات بتاعه القياده بتاعه المايسترو. تمام. قبل ما نسمع بقى نموذج تاني برضو ملك بقى، يعني عشان باخد نص طبعا يعني ملك. ولد وبنت. تمام. ملك. نسمع بقى منك بحاجه بقى استاذ احمد، يعني سمعنا كده، دايما بنستمتع تمام بصوتك وادائك رائع جدا يعني. الله يحفظ حضرتك يا رب. نسمع منك اتفضل. نقول مثلا طرقت باب الرجا والناس قد رقدوا، طرقت باب الرجا والناس قد رقدوا، وبت أشكو إلى مولاي، وبت أشكو إلى مولاي أجد، وقلت يا أملي، وقلت يا أملي، وقلت يا أملي في كل نازلة يا من عليه لكشف الضر يعتمد، أشكو إليك أمورا، أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد، وقد مددت يدي بالذل مفتقرا إليك يا خير من مدت إليه يده، فلا تردنها يا رب خائبة، فلا تردنها يا رب خائبة، فبحر جودك يروي كل من يرد. احسنت يا استاذ احمد، احسنت. احمد يا جميل الله يفتح طيب عليك. هخليك ترتاح شويه بقى عشان برضو استعدنا كده بايه بالشيخ سيد النقشبندي وازاي كان بيودع رمضان. حاضر. تمام كده اهو وجايبينه معانا اهو. يعني هو اللي يقول جايبين الشيخ سيد النقشبندي. عيني عيني. خلاص ماشي. شوف الاول ملك ايمن في الانشاد ايضا. اتفضل يا ملك. ايه العمل يا احمد
يوم طلعت المشهد كل الأمم تشهد إنك رسول الله. إيه العمل يا أحمد يوم طلعت المشهد كل الأمم تشهد إنك رسول الله. ارحم محبينك عاشوا على دينك. ارحم محبينك عاشوا على دينك. ما أحلى سواد عينك يا أحمد يا رسول الله. إيه العمل يا أحمد يوم طلعت المشهد كل الأمم تشهد إنك رسول الله. Oh Ahmed, what to do? Enter me since a day. Only just testify you're the messenger of Allah. ما أحلى يوم الميلاد رحمة وجت للعباد. ما أحلى يوم الميلاد رحمة وجت للعباد. عمك كل يا أحمد يا رسول الله. إيه العمل يا أحمد يوم طلعت المشهد كل الأمم تشهد إنك رسول الله. إيه العمل يا أحمد يوم طلعت المشهد كل الأمم تشهد إنك رسول الله. احسنتي. هنرجع تاني مرة تانية عشان نكمل مع مراعينا الجمال جدا في موضوع الإنشاد. وطبعا بنوصل معاكم لمحطة مميزة جدا، المحطة الأخيرة في الشهر الكريم، آخر السباق الماراثون للسباق إلى الجنة والفوز بالجنة بإذن الله تعالى والاستعاذة من الشيطان. معنا في هذا اللقاء الشاعر الأستاذ سامي الوكيل ابن النيل، طبعا شرفنا النهارده في رمضان وخيمة رمضانية. أهلا بك معنا يا فندم، كل سنة وحضرتك طيب ورمضان كريم. كل سنة وحضرتك طيب وأسرتي وأسرتك ومصرنا الحبيبة بخير. معنا كمان الأستاذ عمرو أبو السعود منشد وملحن، منورنا يا فندم. ومعانا الأستاذة ياسمين عمارة الكاتبة والرؤية والشاعرة أيضا، أهلا بيكي معانا منورانا ورمضان كريم. فرصة الإبداع بقى في الشهر الكريم وعلاقة دايما الخلوة بالنفس بقى، الخلوة هنا الجميلة، الخلوة بين العبد وبين ربه في التسابيح والعبادات والاستغفار من الذنوب، والخلوة أيضا بين الإنسان وذاته. نعم. ودي طبعا بيبقى دايما يعني نقطة مهمة جدا ومثارة للمبدع في حياته، دايما بيختلي بنفسه عشان يقدر يقدم أفكار جديدة ويقدم مشاعر جديدة للقراء. والله أنا شخصيا يعني بقيت شاعر بالمحبة وبالود وبالحب. اكتشفني ناس مهمين جدا في حياتي، معالي الدكتور مجدي الحفناوي، وهو اللي سماني ابن النيل. فلما سماني ابن النيل فاحتراما له وتقديرا له فبقيت شاعر عشان أرضي عشمه فيا وزي ما هو حاطط أمل فيا. فقلت إيه، أنا ابن النيل، أنا ابن النيل وسماني أصيل الخال عريق العم، قربت بيه ولا قربت الدم وأنا ابن النيل. في عشق صاحب الجمال عشنا كتير حكايات، وهي بالحياة والأمان في الجاي واللي فات. الله يخليك لنا يا نهر من الجنة، خليت ترابنا ذهب وأرضنا حنة، بك سعدنا يكتمل ومعاك بنتهنى. يا نيل يا نيل يا ماشي بالقدرة بتفرح بس بالخضرة، يا نيل يا ماشي بالقدرة بتفرح بس بالخضرة، بتحلم كل يوم بكرة يكون أحسن من امبارح، على طفافك نخيل طارح يفرق تمر على الشطين ولا يفرق ما بين اتنين. يا نيل
من كتر ما يعني ألحت علي الافكار، وانا يعني حد من الناس اللي هم عندي حاجه بتقول ان انا هلهلي وبركاوي وعشوائي، فانا قلت ايه، انا بحالات ساعات وساعات، ساعات فورمال، ساعات نورمال، ساعات جلابيه مقطوعه، ساعات اقعد على منصه وكل الناس تسقف لي كاني نجم في السيما وليا كلمه مسموعه، ساعات ولا حد يعرفني كاني في حته مقطوعه. ما انا عشوائي، انا عشوائي وبراحتي، انا عشوائي وبراحتي، انا محسود على صراحتي، بحب كل خلق الله وبتعامل على طبيعتي، لا بتصنع ولا اتجمل، ومهما يقولوا بتحمل، بداد الناس وجاملهم ولا انساش جمايلهم، حياتي كلها بره وما احسبهاش ولا مره، ما بين مولد وبين حضره في سكه كلها خضره، انا هلهلي وبركاوي لكل فنون انا غاوي، عيشتي كلها راضيه ومحفظتي اكيد فاضيه، لكن اغنى كتير من الناس، كنوز الكون ما تكفيهم، انا عشوائي وبراحتي. قلت عن السيد بدوي حاجه ما تاخدش ربع دقيقه، بتقول لاني من طنطا وبحب السيد بدوي، بحب زي كل الناس يعني. الاول قلت ايه، انا درويش في محرابه، انا درويش في محرابه، انا خدام على بابه، انا درويش في محرابه، انا خدام على بابه، بسقي كل احبابه وارش الكون بميه ورد، وانا مجنبه ولا احسش بحر وبرد، ابخر كل يوم العصر بخرجاوي وعطر وورد، وبعد المغرب الحضره املس عمته الخضره، يا عم يا بدوي يا سطوحي تداوي همومي وجروحي، وفي الرجبيه في الخدمه بتجبر كل منظرها، يا حارس طنطا واجوارها بتجبر كل منظرها، وفي الرجبيه في الخدمه انا جاهز في الخدمه بعيش ناشف وفول نابت وقرفه ودقه المولد، وحالف لمش انا حافي في خدمه كل اهل البيت، وربنا في ولا انضم وانا بينهم ما دام عايش بفضل الله، انا درويش في محرابه، انا خدام على بابه، بسقي كل احبابه وارش الكون بميه ورد. الله الله الله. استاذ سامي احسنتم. الصداقه بقى اللي رابطه ما بين الاستاذ سامي وبين يعني هنا برضو الحرص على القافيه والموسيقى الموجوده في الشعر، وايضا موسيقى الالحان، التوأمه اللي بينكم جت ازاي؟ ما شاء الله طبعا الاستاذ طبعا حاجه جميله ما شاء الله، طبعا شرفنا بيه كبير ما شاء الله، طبعا يعني جمال مش طبيعي. الاستاذ انا اول مره اشوفه يعني النهارده ان شاء الله ما شاء الله، يعني الخيمه هي اللي جمعتكم النهارده؟ الاستاذ ياسمين ان شاء الله. اول مره؟ لا الاستاذ ياسمين احنا عاملين دويتو بقى ان شاء الله مع بعض ان شاء الله، ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى. دويتو عباره عن ايه بقى؟ شاعره وانا بلحن، بس هي في اطار مدح سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانا بلحن وبنحاول ان احنا نعمل ينطلع اقصى ما عندنا يعني ان شاء الله. يعني برضه على فكره مع المنشدين برضه الجمال اللي معانا النهارده كنت انت منسجم معاهم قوي. طبعا كلنا بنحب سيدنا النبي، نحب آل البيت، ونحاول على قدر الامكان نعمل على قدر الامكان يعني. هم قالوا طبعا حضرتوا مع بعض في حاجات كتير جدا يعني، مثلا كان في سنين طبعا كان يا طيور غير مرددي طيور غردي يا مرددي وامداحي خير الأنام قدوتي وسيدي، يا سماء ترى في أجمل معاني في مديح المصطفى قد سامت كل الأمان، ترنمي عزي في أجمل معاني في مديح المصطفى قد سامت كل الأمان، كلامي للحبيب يا غيدي يا مرددي يا دي يا نجوم رددي حي خير قدوتي وسيدي، إني مغرم طال اشتياقي تسمو روحي في هواك ترتقي فوق الآفاق يا رب
الله إني مغرم طال اشتياقي، تسمو روحي في هواك ترتقي فوق الآفاق، تسمو روحي وتهفو نفسي للمقام الأحمدي، يا طيور غردي يا نجوم رددي، يا طيور غردي يا نجوم رددي، يا طيور غردي يا نجوم رددي، وامدحي خير الأنام قدوتي وسيدي. استاذ سامي بقى ان شاء الله يكون في تعاون ما بينكم قريب باذن الله كمان برضه تكتب ايضا في مجال الانشاد. بالمناسبه عشان بس ما حدش يقول انا يعني بقول مدد يا ما اعرفش مدد ايه، فانا قلت ايه رباعيه بس بتقول ايه لو يوم طلبت المدد اطلب مدد منه، يوم طلبت المدد اطلب مدد منه، وعك تناجي خليك واثق ان كل العطايا منح وكل شيء منه، عشان ما حدش يتهمني. دي رباعيه بقى مميزه وجات الاجابه السليمه فيها. طب هنرجع بقى مره ثانيه ل من خلال هنتكلم معاكم طبعا، هتكلم طبعا التعاون ما بينكم. نشوف محمود ناوي. محمود اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. مولاي إن ببابك قد بسطت يدي، من لي ألوذ به إلاك يا سندي. مولاي إني ببابك قد بسطت يدي، من لي ألوذ به إلاك يا سندي. مولاي إني ببابك مولاي ببابك والأسحار ساجية وهمس أدعو بالدموع إني عاكف، ومن يعذ بك لن يشقى أبدي. لبيت وعارضها في شغل عما يرى أسدي. تحلو من عيش مرارة أيضا، تحلو مرارة عيش في رضا. مرارة عيش في رضاك وما على من الرمد مليك ومن ومن سواك
ومن سواك يرى قلبي ويسمعه كل الخلائق ظل في يد الصمد أدعوك يا رب أدعوك يا رب أدعوك يا رب أدعوك يا رب فاغفر ذنبي كرما عن شفيعته حسن معتقلي وانظر لحالي خوف وفي يرحم العبد بعد الله من أحد ببابك قد بسطت يدي يا رب من لي ألوذ به إلاك يا سندي مولاي. عودة مرة أخرى للقاء مع الكاتبة والشاعرة الأستاذة ياسمين عمارة، وتكلمينا بقى عن الطاقة اللي بتستمديها منين عشان تكتبي الأشعار الدينية والطاقة الجميلة المميزة اللي بتتميز بها كتاباتك. أولا كل سنة وحضرتك طيب، كل سنة والأمة الإسلامية كلها بخير. الكتابة بقى يعني أنا عايزة أقول لحضرتك إن أول حاجة كتبتها أصلا في حياتي يعني سبحان الله أول ما اكتشفت ذاتي إني شاعرة كنت تقريبا 12 سنة، فكانت قصيدة في مدح الرسول عليه الصلاة والسلام. حقيقي أنا بكتب كل ألوان يعني الشعر، أنا بكتب قصة ورواية، بكتب شعر فصحى وعامية، ولكن الإنشاد ده بقى جزء من كتاباتي. فأنا لما افتكرت كده إن كان أول حاجة أصلا يعني ربنا من عليا بيها كانت كتابة مدح الرسول عليه الصلاة والسلام، فرجعت له من فترة قريبة يعني تقريبا من 5-6 سنين، كان بتشجيع من زوجي الأستاذ عمرو. لما يعني قعدت فترة طويلة طبعا يعني تحت الظلال زي ما بيقولوا او بكتب ومحدش بيشوف كتاباتي، فقال لي طب يعني كملي في كتابة المدح وانا هنشد، اكتبي وانا هلحن وانشد. فكان هو اول حد انشد من كلماتي. بعدها الحمد لله بدأ ناس كتير تطلب كلمات مني من المنشدين والمنشدات، اطفال وكبار يعني كل الاعمار، بدأت كلماتي تنال القبول يعني في الحمد لله. فدي كانت يعني تعتبر حاجة من عند ربنا في الحمد لله. إحساس اللحن كمان برضو بيدي معاني أخرى وأبعاد أخرى للكتاب ذاته، ويعني في التعاون ده مثلا في جملة مثلا يتم الاعتراض فيها بيحصل بتقبل ده تقبلي ده كمبدعة؟ بيحصل أكيد وخصوصا إن هو كمان بنتناقش في الكلمة بنغيرها، هي لو للأفضل أكيد سواء أنا أو هو أكيد الحاجة اللي تخدم ان القصيده تطلع بشكل كويس بنوافق عليها، ما فيش اللي هو التزمت او ان هو يعني ان احنا نتمسك براي. هو زي ما هو كده ليه راي برضه في كتاباتك، انت ليكي راي كمان في اللحن او ادائه بيحصل؟ طلع روح في الالحان في خناقات. احكي لنا على الخناقات دي. مثلا اقول اللحن بس تقول مش عاجبني، غير لي اللحن ده، ماشي اغيره، ماشي تقول لا برضه مش داخل دماغي، غير لي اللحن ده، بتخليني بقى يعني اخرج عشان اقول لها بقول لك ايه انا هعمل لحن. حاسه ان احساسها اللي كانت كاتبه بيه خرج من اللحن صح؟ طبعا طبعا ايوه طبعا لان هي اساسا وهي بتكتب بتقول، لان هي طبعا هي اساسا تعتبر من الاشراف، من يرجع نسبها لسيدنا الحسين بن علي بن ابي طالب، فهي بتقول اساسا بتقول بحب لسيدنا حضره النبي، فبتبدا تقول بصوتها، فاما بتجيب لي الكلام بتلاقي في حاجه تانية طلعت غير اللي هي بتقولها. ما تاخد منها
لا ما ينفعش. ما دام هي بتقول لا بص، خد ما من هو الموضوع مش كده طبعا. استاذ محمد طبعا استاذنا كلنا طبعا، استاذ محمود طبعا استاذنا. اللحن طبعا انا بحاول، يعني استاذ احمد طبعا استاذنا طبعا. فانا بحاول طبعا اللحن يبقى الموضوع بيبقى مختلف جدا. بحاول ان احط مقام، مقامين، 3 مقامات، بحيث ان انا اقدر اشد المستمع. لان انا عشان اقول مقام واحد زي ما هي بتقول ماشي فطبعا المستمع هيمل مني. هنا بقى نرتبها. لازم طبعا يعني يبقى في مقام تاني بحيث ان انا اقدر اجذب المستمع. ده كل الموضوع. ايه المقامات اللي بتجذب المستمع في الانشاد بالتحديد؟ هو تقريبا كل المقامات، ولكن انا طبعا اكتر حاجه طبعا انا بحب اشتغل منها الحجاز مثلا، العجم، السيكا يعني. وخصوصا العجم ما اعرفش انا بميل له جدا 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 يعني صراحه، عشان ما اكذبش عليك يعني. نحكي عن عمل تم التعاون ما بينكم فيه. ماشي. هناخد القاء الاول من استاذه ياسمين، وبعد كده ناخد منك اللحن بتاعه حصل ازاي. تمام؟ افتكري معانا ايه بقى؟ هقول حاجه بعيده عن الانشاد بقى، هو الانشاد. ماشي. هقول قصيده انا بقى. هي عامله ديوان في عايزه تقول حاجه، ونبقى نقول بقى اقول انا اختيارك عملنا ان شاء الله بره اطار الانشاد. اسمحوا لي بقى ان انا اقول قصيده من الديوان بتاعي بعنوان انين قصيده. تشكو القصيده في ضلوع سكاتي، تخفي بكاء الحرف في قسماتي، وتئن في صدر الحروف كأنها وتر تمزق في هوى النغمات. أطوي جراح سائل الكلمات، داعي الأوجاع نبع مسرتي، سكراتي. فمتى تعودي للحياة قصيدتي، أم هل ستأتي بعد محو حياتي؟ فالذكريات نابل خضر فباتت كالطحين فتاتي. أمضي فتجرح وأعلق الأحلام في نجماتي. كنت وحدي والقصيدة حزن بيت ثائر العبرات. قد نام كل الناس إلا أعيني تبكي، وكان الحبر من دمعاتي. كم كنت أرجو في الكتابة ملجأ، فغدت مرايا الحرف لي مأساتي. فغفرت للوجع القديم جراحه، سبحان من يعفو عن الزلات. الله. هنا التفاهم بينكم ازاي في البيت؟ يعني فيما يخص مثلا طلبات البيت العاديه، انا عايز اكل، عايز اشرب. لا بتكلم جد يعني. احتياجاتك انت مثلا منها مثلا في سبيل انها تكتب قصيده كويسه وتلحنها لها. انا حضرتك يا فندم، هي بتكتب وانا بلحن، وهي بتاخد الفلوس كلها صراحه يعني. ده جانب يعني انت يعني هتاكل ولا مش هتاكل؟ لا هنعمل ايه، لازم ناكل طبعا. هي شاطره جدا في الطبيخ ما شاء الله يعني. يعني ما شاء الله عليها. يعني ممكن تقول لك انا الوحي جاي لي بقى، انا مش هقدر اقوم دلوقتي لما اخلص القصيده. نعم. وانت عايز تاكل، هتعمل ايه بقى ساعتها؟ بص حضرتك طبعا انا يعني من سكات كده بقوم اعمل اكل نفسي، دي مش عايزه كلام طبعا. ده يا جماعه لا نسقف له عليها بقى قبل ما نسقف له كمان على لان اساسا يعني انا نفس الموضوع. يعني في ساعات مثلا في لحن بيجي في دماغي عايز اعمله، فخلاص ببقى محتاج ان انا ابقى لوحدي. فزي ما انا زي ما هي، وانا اساسا يعني هي كانت طبعا الموهبه كانت هي خلاص يعني بالنسبه لها الموضوع خلص. الاولاد هتحضر لنا ايه بقى؟ موجوده ان شاء الله. طبعا التعاون مع الشباب بتوعنا. جميل. معانا برضه. نفسي ازور النبي، نفسي ازور النبي، واقف على عتابه، واقف على عتابه، وانده واقول يا نبي، انده واقول يا نبي، يفتح لي ابوابه، يفتح لي ابوه، وادخل في روضة النبي، ادخل في روضة النبي، واصلي في رحابه، واصلي في رحابه،
واقول له عشقك يا نبي يا اغلى من عيني يا اغلى من عيني يا مدينة يا ارض منورة يا مدينة يا ارض منورة قومي قبل زوارك قومي قبل زوارك فيك الحبيب سيدنا النبي فيك الطبيب سيدنا النبي يا سعد منظرك يا سعد منظرك هو اللي قايد شمعتك هو اللي قايد شمعتك ومجلي انوارك ومجلي انوارك نفسي يا سيدنا النبي بنظرة راضيني بنظرة راضيني بجوار مقام سيدنا النبي بجوار مقام سيدنا النبي روضة من الجنة روضة من الجنة من زرها قلبه يرتوي من زرها قلبه يرتوي يسعد ويتهنى يسعد ويتهنى الشقة تلني يا نبي الشقة تلني يا نبي مش قادر استنى مش قادر استنى يا ريح خديني للنبي لحد ويرميني لحد ويرميني نفسي ازور النبي نفسي ازور النبي وقف على عتابه وقف على عتابه وانده واقول يا نبي انده واقول يا نبي يفتح لي ابوابه يفتح لي ابوابه واقعد في روضة النبي اقعد في روضة النبي واصلي في رحابه واصلي في رحابه واقول له جيت يا نبي يا اغلى من عيني يا اغلى من عيني طال البعاد يا نبي طال البعاد يا نبي والشوق بيكويني الشوق بيكويني ودوني عند النبي ودوني عند النبي وخدهم حباب عيني وخدهم حباب عيني الشقة تلني يا نبي الشقة تلني يا نبي والدمع ملا عيني الدمع ملا عيني هو الدواء هو الطبيب ولا غيره يداويني ولا غيره يداويني هتحتاج منك كتير جدا. طيب هرجع مرة تانية بقى للبراعم الجميلة والشاعرة والمنشدة هانم محمد. اتفضل. استاذن استاذ سمير بعد اذن حضرتك واساتذتنا الفضلاء يعني واحدة عليك لسه بقى حبيبي يا استاذ الله يكرمك الله يحفظك يا رب. كل الدكاترة قالوا خير كل الدكاترة قالوا خير ما عندهاش ولا أي حاجة ولا حتى محتاجة لدواء ما احنا عارفين شهر مارس والهوا شوية برد ما يستهلوش والسن برضو ما تنساهوش أول مرة أشوف حبيبتي بتتوجع وبتتلوي وأنا عارف أمي ما تشتكيش غير من الجو عجزت يما وشغ جريدك ده انت لسه مسحة الشقة بيدك عجزتي فجأة ده احنا كل جمعة نبوس ايديكي عشان نوضح وتقولي لأ عجزتي فجأة ومالك بيضيتي سمرة الدكاترة مش بيقولوا حاجة وحاسس ان امي فيها ان ما لو حجزوها ليه اول مرة احس بتفكير شقق وعقلي بيعمل صوت ما صدقتش ولا تخيلت وانا واقف ساعتها بانه الموت رسمت الضحكة بزيادة دخلت عليها عرفاني ما انا الكذاب كالعادة ومين يكفشني غير امي اللي خبزاني وعجناني وخلع بيدها اسناني فعرفت بس من صوتي بانها شهادة وشهدت يجي 100 مرة ساعتها الاحساس اللي كان مكبوت طلع برا وهاجت ذكريات عبت عينيا دموع واحساس
نفس الطريق اللي ملوش رجوع. حاولت اخدعها واستهبل، حاولت اخدعها واستهبل، بقالك عمري بتمثل وهي معيشاك في الدور، وصدقت انها بتتخم. يا راجل خلي عندك دم، دي حافظة عينك وتقطعتك وتهتهتك وألاعيبك، مش هاين عليك الويل. عايزها منين تجيب لك حيل عشان ما يبانش في عينيها العذاب والهم؟ يا راجل خلي عندك دم. كانت بتصلي وعينيها السنين بتفوت، وجوايا الكلام من كتره عدى السكوت. كان نفسي أقول ندمان، أقول خجلان، أقول إني أمايا بحبك حب مش معقول. معرفتش ساعتها الحلق كان مكفول، لكن القلب كان مفروض على قلبك وكان بيقول بحق حروف آيات الله اللي حافظها على يدك. ومن أيام ما كنت بعد على يدك وعلى خدك، وفرحة خدي يماي وهو نايم على خدك، وقسما باللي قام حدي وقام حدك ما حبيت في الوجود قدك. جاي دلوقتي تتنغوج وتستعجل في ساعة الموت وتتلهوج، ما بنحسش بقيمتي الثانية غير بعدين، وتسرقنا الحياة وما نفكش غير والموت مبكي العين. يا شاق القلب ومسافرة، يا شاق القلب ومسافرة، خدتني الغربة من حضنك سنين كافرة. قالولي الغربة بتعلم دروس وحياة، وإن الغربة يماه دي طوق ونجاة. أتريها حزام ناسف، أنا آسف، معادنا يما في الآخرة، خلص خلينا للآخرة حتى تكوني محلوة وعليك العين، وأوريك العيال يما بقوم بنتين، وجبت الواد يا ستي عشان ما تتضايقيش، هوصيهم خلاص يما ما تخنقنيش. مات جدتكم المفتشة، ممنوع تناموا في أي يوم قبل ما تصلوا العشاء. كان مميز جدا، شكرا ليكم. نتكلم بقى عن التطهر في الشهر الكريم وروحانيات عاليه جدا، واكيد يعني كده ما مرش الايام الا لما كانت بتصدر من بعض الناس خاصه في الشارع المصري، وده يعتبر العين الرئيسيه نتكلم فيها عن الصحافه ودورها والاعلام خاصه في الشهر الكريم. معانا طبعا الكاتب الصحفي الاستاذ سامي يعقوب، والكاتب الصحفي ايضا الاستاذ محمد عوف، منورنا النهارده في خيمه رمضانيه. كل عام وحضراتكم بخير ورمضان كريم. رمضان كريم، كل سنه وحضرتك طيب وسعيد بهذا اللقاء الجميل. معانا وكل سنه وحضرتك طيب. كل سنه وانتم طيبين. والخيمه الرمضانيه كل عام في ازدهار وفي متعه، وفي هذا الشهر الكريم شهر رمضان، شهر المغفره وشهر الرحمه وشهر الرياضه وشهر الفن، ودائما مصر في رمضان حاجه تانية، وكمان في طنطا كمان حاجه تانية. هنعرف بقى ايه اللي حصل في حاجه التانية ديت بالتحديد. يعني شهر رمضان بيلمم اوراقه طبعا خلاص، خواتيم الشهر الكريم والعشر الاواخر من رمضان، فبالتالي العين الراصده هنا للصحافه بقى ايه السلبيات اللي شفتها واتمنى ما تتكررش مره تانية؟ والله يمكن من ضمن السلبيات هي النهار. يكون الناس عندها صبر، ويكون عندها يعني معاملة طيبة. دايما الناس ان هي صايمة، طبعا شيء مؤسف جدا نشوف الناس خلال شهر رمضان وخلال النهار خاصة، وبتمنى ان الناس تكون اكثر حكمة واكثر صبرا واكثر هدوءا في شهر رمضان، لان شهر رمضان زي ما قلت لحضرتك شهر المغفرة وشهر الرحمة وشهر السكينة وشهر يعني الابتهالات وشهر القرآن. فدائما نستغفر الله لما حتى يعني نتعصب أو حد لازم يكتم غيظه ويستغفر ربنا، وإن شاء الله تمر الدنيا كلها بسلام وبالهدوء وبالسكينة، وطبعا احتراما لكريم شهر رمضان شهر القرآن. الإيجابية بقى، إيه أكتر إيجابية لفتت انتباهك يا أستاذ محمد فيما يخص بقى العمل الجماعي، تقديم الخير بكل وشتى أنواعه، شفته إزاي؟
هو بسم الله الرحمن الرحيم، هو طبعا في المقابل السلبيات اكيد طبعا السلبيات في مقابلها ايجابات، وايجابات جميله جدا، والايجابات هي منتشره، ولكن يعني السلبيات عاده بتبقى اكثر انتشارا من خلال السوشيال ميديا ووسائل السوشيال ميديا اللي هي بتبقى يعني بتنقل اشياء سلبيه، فبتظهر للمجتمع انه السلبيه هي المنتشره. لكن هو الاعمال الخير موجوده منتشره من خلال الجمعيات الاهليه، ومن خلال يعني بعض المؤسسات وبعض الشباب. يعني احنا في بعض الاماكن بيتم عمل فيها فطار جماعي، ويمكن في المطريه وغيره، وامثله كتير. وفي طنطا برضو كان امبارح في منطقه سيجر كانوا عاملين فطار جماعي هايل جدا. ده بيدل على ان اعمال الخير وافعال الخير مستمره، والخير فيه وفي يومه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الى يوم القيامه. فده يدل على انه شهر رمضان ما زال بيحتفظ بروحانياته رغم كل ما نشاهده من اعمال سلبيه. دفء الاسره موجود حتى ما بين الجيران وبعضهم، موجود دفء الاسره. هو يعني عايز الصراحه هو ما عادش زي الاول طبعا، ولكن هو موجود في بعض يعني وخاصه في القرى. يعني ممكن المدن تبقى اقل شويه، لكن هي ممكن تكون موجوده، بس هي الاكثريه بتبقى في القرى، وما زالوا في بعض العائلات محافظه على هذا النظام السنوي في رمضان، اللي هو بيجمع كل افراد العائله على طبق، على سفره واحده وعلى طبليه واحده، اللي كانت بتجمع الناس زمان. هو ده اللي كان الاساس في الموضوع، كان بتجمعنا مختلف بقى في المناسبات وكده. لكن الفكره ان هو يعني اذا يعني اجتمعنا على الخير فهو ده امر مهم جدا. ده اللي بيخلينا يعني نستعيد ذكريات رمضان. احنا لما نكون مثلا قاعدين كلنا مجموعه مع بعض، عائله او اسره او زملاء او كده، بنقعد نتذكر، خصوصا الجيل بتاع زمان، نتذكر ايام زمان، ايام ونقارن بقى ما بين رمضان زمان ورمضان دلوقتي. رغم الحداثه وحصلت السوشيال ميديا والحاجات دي كلها، اللي هي المفروض ان هي نوع من التطور، لكن ده للاسف الشديد جه بصوره عكسيه. ولكن رغم الصوره العكسيه برضو ما زالت الصوره الايجابيه موجوده في الشارع المصري، وده شيء طيب يعني. رغم على فكره ان اتهام برضو الشباب ان هم يعني بيقضوا دايما وقتهم على السوشيال ميديا وبياخد كل اوقاتهم، لكن شفنا في العمل العام الشباب هم اللي كانوا السباقين، هم اللي بيشاركوا. تفسر ده بايه؟ والله يمكن عايز اقول لك ان دايما الشباب هم امل المستقبل. الشباب هم العنصر الفعال في المجتمع المصري، وخاصة ان 60% او اكثر من 60% من الشعب المصري شباب. والشباب بتفرغ طاقتها في شهر رمضان بالدورات الرمضانية، اللي يمكن عشان انا صحفي رياضي فدايما بتحب اتكلم على الدورات الرمضانية وعلى التجمع الشبابي في القرى وفي الاحياء الشعبية، وخاصة ان مدينة طنطا كمان مليئة بالدورات الرمضانية اللي بتجمع الشباب، مش بس الشباب اللي هم بيلعبوا كورة كمان، لكن ايضا كمان المشاهدين. وكمان حتى كمان امتزجت في الاونه الاخيره السياسيين مع الرياضيين، لان دايما اللحمه ما بين الشباب وما بين الكبار وما بين السياسيين في شهر رمضان بتكون حاجه جميله جدا. وعايز اقول لك ان شهر رمضان كمان له طابع خاص في مدينه طنطا. يمكن كنا واحنا اطفال كنا دايما بنتجمع في انتظار اذان المغرب والمدنة، يعني كلنا كنا اطفال كنا بننظر لمأذنة سيدي محمد عبد الرحيم، وكنا بنفرح بالاضاءة، لان ما كانش فيه كمان في زمان قوي، احنا بنتكلم على زمان ما كانش فيه ميكروفونات، لكن كلنا بننتظر الاذان من خلال المأذنة ومن خلال النور. وكمان عايز اقول لك كمان ان شهر رمضان برضه ده عملك الاعلامي وانت صغير يعني ما شاء الله. طبعا. وكمان انا عايز اقول لك كمان احنا كنا في شهر رمضان، كان زمان ما كانتش التطورات على النحو اللي موجود حاليا دلوقتي. كانت الفوانيس زمان بالشمع، والفوانيس كمان كانت بالصفيح، وكانت الحياة بسيطة، وكانت كمان بنتجمع كأسر كلنا
في شهر رمضان، وبنتزاور كمان. ويمكن انا يمكن من حي زي حي سيجر، حي شعبي، ومن قريه كانت قريه زمان سيجر. كنا دايما كلنا عائلات كلها مترابطه، عائلات كلها بيجمعها دايما عمل الخير. وما كانش فيه كنا يعني كلنا بنعمل اكل نتبادل فيه، وكمان بنفطر عند اهالينا وعند اصحابنا. كنا داير كان بيدخل كل بيت وبودي فيه اكل ايه طبق اساسي او طبق حتى كمان في حلويات يعني. بالظبط. لكن شهر رمضان كمان في منطقه السيد البدوي كمان حاجه عظيمه، حاجه جميله، فلكلور شعبي وتجمع شعبي وتجمع ديني، وصلاه التراويح وصلاه العشاء. ويعني عايز اقول لك ان طنطا من المدن الدينيه، المدن اللي بتستشعر فيها بنسمات روحانيه من شهر رمضان. تقدر فعلا تقضي وقت كويس فيها. يعني الكاتب الصحفي الاستاذ محمد عوف، يعني فيما يخص برضو فرقتنا النهارده موجوده ببراعم المميزه، رايك فيها ايه؟ وبرضو كلمه تقولها ليهم هم في المقام الاول، وكلمه ايضا تقولها لاولياء الامور اللي معاهم مساندينهم متابعينهم. طبعا انا بحيي الفرقه جدا، والاستاذ احمد غرابه الحقيقه عامل شغل جامد، وانا اشهد له كده، لان انا طبعا متابعه من خلال قصر الثقافه، وهو من زمان فعلا. والحقيقه هو يعني واضح من خلال ما شاء الله الاداء جيد جدا. وده ان شاء الله انا يعني بتنبأ لهم ان شاء الله ان هم يعني هيصعدوا، وهيبقى لهم شأن كبير جدا في المجال ده ان شاء الله. وانا يعني بتمنى لهم كل خير. ايضا اولياء الامور بقى هنا نقطه مهمه، ان انا لما الاقي ان اولياء الامور بيشجعوا اولادهم على كده، وان هم يشاركوا في ممارسه انشطه زي ديت، انشطه فنيه، وان هم يخرجوا ابداعاتهم بالشكل ده، وهم يكونوا متواجدين معاهم دلوقتي ويشجعوهم على كده. ده امر طيب جدا، وامر يعني بيدل على ان هو فعلا في وعي لدى الاهالي، وان هم فعلا بيهتموا بشبابهم وباولادهم، وعشان في النهايه يخرجوا. هو ده المطلوب اللي احنا يعني كثقافه وكدوله. ده الهدف الاساسي من كده، ان احنا نوعيهم، وان احنا نخلي لما اولياء الامور هم يعني يشاركوا معاهم ويشجعوهم كمان. لان في اولياء امور ممكن يقول لك انت بتعمل ايه، انت هتضيع وقتك، روح ذاكر، مش عارف. لكن ده في النهايه بتلاقي الطفل نفسه بينشأ، ممكن يكون جواه حاجه مهمه او موهبه مهمه مثلا عايز يخرجها ما هوش عارف. لكن لما يلاقي الطريق، لما يلاقي الجهه الاساسيه الرسميه اللي هي بتقدر تتبنى المواهب ديت، ويقدر وفي نفس الوقت في حد من ورا بيدعمه كأب او ام او اسره، ده اللي الحلقه بتكتمل والنجاح بيكتمل. وتلاقي في الاخر يعني بتلاقي يعني نتيجه مثمره ونتيجه ايجابيه، وظهرت هو الشكل الايجابي. فدي نماذج شخصيه، ببني راي، ببني انسان. طبعا ده شيء مهم جدا، طبعا بيشكر لكل اولياء الامور الداعمين لاولادهم عشان يتعلموا شيء مفيد. مع حضراتكم بقى نستكمل الانشاد الجميل مع اولادنا برضو، ونسمع معاكم حمزه الجمال في مجال الانشاد. يلا حمزه اتفضل. جل المنادي، جل المنادي، ينادي يا عبادي أنا ماحي الذنوب والأوزار. جل المنادي، جل المنادي، ينادي يا عبادي أنا ماحي الذنوب والأوزار.
إلهي إلهي بفضلك اهتدينا وبنورك استعنا وبك أصبحنا وأمسينا إلهي إلهي بنورك اهتدينا وبفضلك استعنا وبك أصبحنا وأمسينا. المايسترو احمد غرابه ومنشد ومبتهل بقى حضرت لنا الختام اللي قلنا عليه. كيف ودع سيد نقشبندي رمضان؟ اتفضل. احنا هنقول حاجه نذكر بيها الصلاه الاول على النبي صلى الله عليه وسلم. لا مش هنطول، ده حاجه خفيفه خالص. تمام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على اللهم أمدنا ببركة الصلاة عليه توفيقا وهداية ونصرا على أعدائنا يا أكرم الأكرمين يا رب يا خير خلق الله يا رحمة مهداة يا رحمة مهداة صلى عليك الله صلى عليك الله صلى عليك الله وملائكته الكرام صلى عليك الله وملائكته الكرام اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه. احسنتم استاذ احمد. ومشاهدينا الكرام طبعا كده بنوصل معاكم لختام لقائنا بكم النهارده. استمعنا الى كلمات اغلى من الدرر وعشنا معاكم اجواء مميزه جدا في الذكر والانشاد وتقرب مولى تبارك وتعالى من خلال طبعا اصوات شجيه مميزه نورتنا النهارده بمعلوماتها وايضا بادائها، وكمان البراعم الجميله اللي موجوده معانا النهارده ونورتنا ايضا في سهره رمضانيه مميزه جدا. يا رب تكونوا استمتعتوا بيها معانا، ونودع رمضان ايضا النهارده من خلال فقره فنيه اخرى في الختام للفنان محمد وحيد بتنوره الاستعراض، وتصبحوا على كل خير.